دايما كانت الناس يا شيكا بتختزل حسام حسن ما قبل هذه البطوله، وان كان انتوا طبعا ككباتن بلكوا الشخصيه اكتر في بطوله الامم، كانت بتختزلوا في الحته بتاعت الروح والقتال والحماس. النهارده بعد كل الماتشات اللي احنا شفناها، هل ما زال هي نفس الشخصيه، ولا احنا بنتكلم عن مدرب عنده افكار كرويه وقدره على القياده داخل الملعب وتغييرات ومرونه تكتيكيه؟ بص، ما انت بتطلب من المدرب بتاعك ايه؟ ان هو يحقق انجاز، يكسب صح ويعدي. ايوه. وحسام حسن رايح، كان حد بيقول اللي احنا هنوصل اللي احنا فيه دلوقتي؟ لا. ده هيجي واحد بالحماس بس؟ لا يمكن. الحماس ما بيجيبش حاجه غلط. الحماس ده اللي انا في اوضه اللبس اقول لكم يلا، والقلب. انا اتمرنت مع كابتن حسام. هو عنده دي طبعا. دي ميزه. ايوه. عند كابتن حسام اللي هو عنده قلب وروح وبتاع، زي ما بس انت حماس من غير فنيات هيوديني فين يعني؟ ولا حاجه. يلعبني شويه في الماتش بقلب وروح وكل سنه. هو الحماس النهارده اللي نزل تريزيجيه؟ لا. الحماس اللي نزل هيثم الشوط الثاني؟ لا. الحماس اللي دخل صلاح من الوينج دخله جوه؟ هيثم جامد قوي. يا نهار ابيض، جامد قوي. جامد، نقلنا نقله تانية خالص من الناحيه الهجوميه خطيره. بص، صلاح قبل ما هيثم ينزل ولما هيثم نزل صح، حرره. عشان حد بيمسك الكره وبيعدي يا ابراهيم. خدت بالك الاثنين كان بينزل عليه اثنين من استراليا، اثنين ينزلوا عليه. بص هاني عمل كام كروس لما هيثم نزل. صح. عشان انت اللعيب اللي عنده المهاره ده يا ابراهيم، الناس بتدور عليه. لا، لعيب جامد، لعيب قوي. لا، وده مش جاهز. ده بقى له 3 ماتشات ما بيلعبش. ده لو كان بياخد له 10 في 10 كمان كانت الدنيا زهزاه. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض، لعيب كبير جدا 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 جدا. وده يا ابراهيم هيخلي الماتشات اللي جايه ايا كان هنلاعب مين هيبقى خايف منك. صح. ده مش بيجي بالروح والحماس بس. دي ناس واقفه، وناس بتموت نفسها، وناس واقفه كويس، وتغييرات مظبوطه. لكن هل ميسي هيخاف مني؟ ممكن يتغلب النهارده. يتغلب النهارده؟ يا سلام. اخواتنا في كاب فيردي احنا بنحبك يا ليو، بس يعني معلش.